مو كل شي داخلك يريد يعيش، جزء منك يريد ينتهي. قبول الموت أمر طبيعي، ويكون داخلنا غريزة للحياة بنفس الوقت، ودافع للبقاء هو شيء يحرك كل واحد بينا للاستمرار بالدنيا. غريزة الحياة هي تعبر عن نفسها بطرق كثيرة جدا، منها الجوع اللي يدفعك أن تأكل حتى يتمد جسدك بالطاقة، والعطش اللي يخليك تروي خلاياك بوقود الحياة. أيضا الحب هو وجه من وجوه غريزة الحياة، لأنه يقربك من الناس، وهذا بصالح الحياة واستمرارها وجودتها. أما الصداقة هي وجه ثاني من وجوه غريزة الحياة، حتى تخلي اللي يحيطونك بعلاقات صحية اللي ممكن تحميك نفسيا وقت الحاجة، وكذلك الشغل والسفر والإبداع والنجاح وغيرهم. الغريب أنه مثل ما أكو داخلنا غريزة للحياة، يوجد أيضا داخلنا غريزة للموت. يعني الناس اللي تنتحر مثلا انتصرت بيهم غريزة الموت على غريزة الحياة، والناس اللي تقتل قاموا بتوجيه غريزة الموت اللي داخلهم للخارج، والناس اللي ترهب غيرهم أو ترعبهم عبروا عن غريزة الموت اللي داخلهم بهذا الشكل. فأحد وجوه غريزة الموت أنه الشخص يستعذب الألم ويستمتع بالألم، وساعات يسعى الشخص اللي يتعرض لتجربة مؤلمة أو خبرة مخيفة بعد ما يطلع منها أن يدخل بتجربة مثلها بالضبط، وتكون نهايتها مؤلمة أو على درجة مقاربة. وهذا وجه من وجوه غريزة الموت اللي داخله. اليأس أيضا، والكره والغضب والحزن. الاستسلام طبعا في حالة النوم يمثل الموت، إذن هي حالة جزء منك، لكن بنفس اللحظة اللي تنولد بجسمك خلايا جديدة مقابلها راح تموت خلايا، وأنت ما تسلم على شخص بإيدك يموت آلاف من خلايا الجلد بمجرد الاحتكاك. فالموت هو جزء من تكوينك الإنساني، وجزء من تركيبك النفسي، وساكن وياك بنفس الجسد. ممكن تسأل نفسك ليش أفلام جيمس بوند ومهمة مستحيلة واللي مثلهم حققوا أعلى دخل ومبيعات؟ الإجابة لأن هاي النوعية من الأفلام هي تخاطب الغريزتين الأساسيتين عند كل البشر، اللي هي مرافقة للبطل اللي هي تمثل غريزة الحياة، ونقصد الممثلة، وغريزة الموت هو البطل اللي على طول الفيلم يقتل أعدائه. وأيضا أفلام الرعب ومصاصي الدماء تنتشر وتزيد، وينعمل لمعظمها جزء ثاني وثالث، لأنها تخاطب على مستوى عميق جدا غريزة الموت اللي داخلنا. ففي هذا الفيلم الرائع يقوم العبقري أنطوني بدور رجل أعمال يفاجأ بأن ملك الموت جاي يزوره ببيته، وبعدها يقبض روحه. ومن هاي اللحظة تنقلب حياته رأساً على عقب. لكن أنطوني طول الفيلم كان في رحلة قبول موته، وباللحظة اللي قبل بيها موته انتهى عند الخوف، وانتهى عند الترقب، وعرف يعيش بطمأنينة.